السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. معلش انا اتأخرت عليكم شوية، بس يعني كل سنة وانتم طيبين. العيد على الأبواب وبدأنا في نواعم العيد الحمد لله. كان اكبر حاجه كانت بالنسبه لي عشان انا قاعده لوحدي، وكنت خايفه ان انا ما اقدرش اكملها. واي نعم تعبت جدا 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 فوق الوصف، بالاخص ان عامله كميه لوحدك. معاكي قردين صغيرين، ربنا يحفظهم لي يا رب ويبارك لي فيهم يا رب. فالحمد لله تعبت يوم بس انجزت الحمد لله. يوم النهاردة الأغلبية نواعم العيد. أول حاجة بدأت بيها عملت نص كيلو قراقيش أو منين أو كعب الغزال، اللي انتي بتقوليه قوليه. فالنص كيلو عمل معايا 3 كوبايات دقيق، نخلتهم أول حاجة، حطيت معلقة من السكر، رشة من الملح، معلقة من السمسم، يعني بمعلقة الشاي نص معلقة من البيكنج باودر، ونص معلقة من الخميرة، وكيس من الفانيليا. دي النكهة اللي انا نكهتها بيها. ممكن انت تنكهي بمحلب، بشمر، بينسون، بأي روايح او اي حاجة عطرية انت حابة تستخدميها. تمام، انا نكهت هنا بالفانيليا. حطيت المواد الجافة على بعضها كده ورحت قلبتهم. هنا معايا كوباية الا ربع سمنة على زيت، كوباية الا ربع سمنة على زيت. يبقى انا معايا 3 كوبايات دقيق، فمعايا كوباية الا ربع من السمنة على الزيت. لو انا عاملة كيلو من الدقيق بحط كوباية من السمنة ونص من الزيت. عايزة تحطي كوباية ونص من الزيت كلهم تمام، عايزة تحطي كوباية ونص كلهم من السمنة تمام، مفيش مشكلة، المتاح عندك استخدميه. بس النتيجة الافضل ان تحطي كوباية من السمنة يكون جميل وطعمه يعني طعمه حلو كده، ونص كوبايه دي اللي هي بتديله القرمشه اللي احنا بنبقى عايزينها، بس مش اكتر. لكن في كلتا الحالات كله شغال. وانا على الوصفه على القناه التانية يعني الوصفات البسيطه نزلت اكتر من طريقه للقراقيش بالساده والعجوه، ومره باللبن السخن، ومره على البارد، ومره بالزيت بس، ومرة بالسمنة بس، ومرة سمنة على زيت. فهتلاقوا اكتر من طريقة موجودة على قنوات تانية ام اياد للوصفات البسيطة. الوصفة متتعداش ال10 دقايق. تمام، عشان لو تهتي معايا هنا في الروتين تبدأي ان انتي تشوفي على قناتنا التانية ان شاء الله بإذن الله. هنا بقى انا قعدت ابس بقى الدقيق بالسمنة والزيت اللي انا حطيتهم. بصوا انا بوريكم ايديا في الاخر بعد ما انا قعدت ابس كتير. دي كانت النتيجة، ان ايديا بصوا تحسوا ان هي يعني السمنة لسه عاملة فيها. بعد كده انا بعجن برايب. طبعا انتوا اكيد حفظتوني ان انا بعجن برايب. ليه الرايب؟ اللي هو انا بالنسبة لي افضل نتيجة في كلتا الحالات في اي حاجه انت بتعمليها. فانا بحب الرايب جدا ان هو بيديني نتيجه مضمونه. لكن لو عندك زبادي شغال، لو عندك لبن شغال، لو عندك ميه شغال، مفيش حاجه هتقول لا. تمام، بدات هنا بقى هتقولي لي مقدار الرايب اللي انت حطيتيه او الماده السائله ايه. مش هقدر اقولك ليه، لان كل دي بيختلف من مكان لمكان. فانا باجي لما يعني اجي اعمل اي معجنات ايا كان ايه هي او مخبوزات، ببدا ان انا بحط كده بالبركه، مش بعاير بالكوبايه ولا بالميزان، لان الدقيق بيختلف. تمام، فبفضل ان انا بحط واحده واحده لحد ما الاقي ان خلاص العجينه بتاعتي تمام زي ما انتم شايفين معايا كده. هي مش محتاجه ان هي تاخد تاني، يعني هي ممكن تكون خدت معايا نص كوبايه بس من الرايب، مش اكتر. تمام، هنا بقى عندي قالب من العجوه اللي هي بتبقى الجاهزه دي. هبدأ ان انا هعمل فيه ايه، هحطه كده ايه في طبق معايا بلاستيك، وابدأ ان انا احط له معلقة او معلقتين من السمنة على معلقة من السمسم، وابدأ ان انا ادعكه في قلب بعضه كده. ممكن تعملي الحركة دي على النار، بس انا حسيت ان هي مش مستاهلة ان هي تتحط على النار. يعني عملتها يعني كانت طرية، ما كانتش ناشفة معايا قوي، فعملتها بايدي والحمد لله يعني ايه تمام. هنا بقى حطيت اهو معلقة من السمنة، ورجعت بقى حطيت معلقة من السمسم. يعني كانت حاطه سمسم في الطبق، فحطيت معلقه من السمسم زي ما انتم شايفين كده. وابدا بقى بايدي كده ايه وافركها كده بايديا زي كاني بعجن عجينه بالظبط. الاول هتفرول منك وتحس ان انتي عكيتي وبهدلتي الدنيا، بس لا، خليكي ادعكي فيها ادعكي فيها، هتلاقيها لمت معاكي والسمسم دوت انتشر وبقت العجوه كلها ايه فيها سمسم، واتشربت من السمنه اللي انتي حطيتيها وبدات تلم. علشان لما تيجي تكوريها مثلا للكعك، او لما تيجي مثلا تعمليها القراقيش
الشكل اللي انت عايزاه تبقى هي معاكي فيه من غير ما تلزق في ايديكي وتبهدل الدنيا، وتبدأي بقى تمسكي عجوة على عجين والدنيا تبوظ معاكي. بس هنا بوريكم ان هي بصوا بقت تمام كده خلاص، هي كده لمت معايا خلاص بقى زي الفل. التشكيله بقى اللي انت عايزه اعمليها. هنا بقى جبت صينيه دهنتها كده بدهنه من الزيت، دهنه بسيطه، وبدات اخد قطعه قطعه من العجوه، ما خدتهاش كلها يعني، وابدا ان انا افرش بيها في الشكل ده. بدات افرد بيها بالشكل دوت. طبعا انت ممكن تعملي الافضل ليكي ان انت تجيبي كيس تلاجة وتقصيه، بس انا في الوقت الحالي ما كانش عندي، فالجيش قالك ايه اتصرف، فانا اتصرفت من عندي، دهنت الصينيه كده وبدات ان انا افرد واخليها طبقه رقيقه قوي على قد ما اقدر، يعني تكون خفيفه، ما تكونش الطبقه سميكه او تقيله يعني، او تخينه بمعنى صح. تمام. بس بعد كده بجيب السكينة زي ما انتم شايفين كده، وببدأ ان انا ايه اسويها من الجناب واخليها على شكل مستطيل. طب ليه انت بتعملي كده؟ لان انا هعملها اللي هي الشكل الحلزوني اللي هو اللهم صل على النبي، كعب الغزال. تمام. فلازم تعملي العجوه تكون مستطيله. هنا بوريكم بصوا السمك بتاعها رفيع قوي. بس جبت برضو صينيه تانية وبدات ان انا انفذ، كنت هفرد بالمردانه ولقيتها بصراحه العجينه ما شاء الله تبارك الله مش محتاجه ان انا افرد بالمردانه، بايدي واتفردت. المهم فردتها شكل مستطيل، وبدات برضو اسويها من الجناب بالسكينه، ورجعت حطيت عليها العجوه وسويتها بالشكل دوت، ورجعت ايه لميتها كده، برمتها يعني، وببدأ ان انا ايه ابرمها كده ايه والفها. هنا بقى انا بوريكم ان انت ممكن تقطعي بالسكينه وممكن تقطعي ايه بالخيطه يعني او بالفتله، بس انا تقطيع السكينه ما بتعملش يعني ما بحسش ان هي بوظت لي حاجه يعني، حتى لو ميت مني شويه عادي برجع ان انا ايه اعدلها. هنا بقى كنت مقطعه المسافه كبيره فما حبيتش الحجم ده بصراحه، هوريكم بعد كده الحجم اللي انا رسيت عليه وكملت عليه. بس عامه هي بتطلع بقى بالشكل ده، هي ونية، ولما بتستوي طبعا بتبقى برضو بالشكل ده. بس مفيش اسهل من كده على ما اعتقد. هنا بقى معايا ميه ومعلقه عسل اسود او عسل نحل او معلقه سكر. انا حطيت ميه ومعلقه سكر، وعندي طبق فيه سمسم، وبدات ان انا احط القراقيش في الميه وارجع احطها في السمسم واحطها في الصينيه وهكذا عشان تبقى متغلفه معايا بالسمسم. تمام. هخلص بقى الكمية كلها بالشكل دوت، وبسويها على نار هادية، يعني بسويها مثلا على نار 180، يعني ممكن يعني بصراحة من 180 ل200، ما بزيدش عن كده على حسب الفرن بتاعتي. لما حطاه في الفرن الكهرباء بيبقى من فوق ومن تحت على 200، لكن لو الفرن الغاز بحطه على 180. الشبكة بتبقى متوسط، اذا كان هنا او هنا بتبقى الشبكة في الرف المتوسط، ما بخليهاش من تحت او من فوق. كملت بقية الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت وسويتها، ودي كان شكلها بعد السوا، ودي كمية كلها اللي انا طلعتها من نص كيلو دقيق، طبعا ده غير اللي اولادي اكلوه بالهنا والشفا يعني. فزي ما انتوا شايفين يعني بجد الشكل تحفة. ليه تشتريه من بره؟ انت لو هتشتري الكيلو هيكلفك اكتر من كده بكتير، يمكن مثلا فوق ال50 جنيه. انا ما بشتريش حاجة من بره فمش عارفة بصراحة الاسعار ايه، لكن انتي عملتي ايه يعني؟ جبتي مثلا قالب العجوة ده ب15 ومش هتخلصيه كله. نص كيلو دقيق بكام؟ هنقول مثلا ب10 جنيه، ادي كده 25 جنيه. والحاجات اللي انتي حطيتيها دي بتبقى من لوازم البيت، يعني مش جايبة حاجة ايه من بره، حاجات موجودة في كل بيت، فهم دول بس اللي انتي هتجيبيهم من بره. فيعني ايه مكلفتيش نفسك وعملتي حاجة في البيت ورميت حاجة نظيفة، ضمنتي صحتك وصحة اولادك. فيعني الافضل انت تعملي حاجة في البيت. وداخله عليكم عيد بقى، كل سنه وانتم طيبين بقى، اعملوها بجد يعني الطريقه تحفه تحفه تحفه. المهم بعد ما عملتها بقى وسبتها تبرد، اخدت بعضي نزلت فين؟ رحت بقى جبت الطلبات بتاعه الكعك والبسكوت والبيتي فور الغريبه، جبتها كلها لان كان في حاجات ناقصاني ما كنتش جايباها. قلت قبل ما ابدا في اي حاجه في الكعك والبسكوت والحاجات دي، عندي طبعا زي ما انتم شايفين مواعين مغسوله، بدات بقى ان انا المها كده تفضيلي المكان عشان اغسل المواعين دي. وكنت عايزه طبعا الصينيتين اللي انا كنت مسويه فيهم القراقيش دي عشان اسوي فيها الكعك، لان انا بحب التسوية يكون في صواني ألمونيوم، ويكون الارتفاع بتاعها زي الارتفاع بتاع صواني البسبوسة أو السيجان. دي يعني بتعجبني أوي السوا بتاعها. فعندي صواني تانية بس الارتفاع عالي، اللي هي صواني أكل يعني، مش حلويات وكده. فانا بقى مش حبيتها بصراحه في التسويه، بتغلبني شويه ومش بتطلعي النتيجه اللي في دماغي واللي انا عايزاها.
فبريح نفسي ان انا ايه بعمل في صواني البسبوسه دي اكلها عادي يعني متفرقش معايا. المهم، فانا رحت بقى ايه، خلصت، زي ما انتوا شايفين كده لميت المواعين عشان اغسل المواعين دي وابدا ان انا افضي عشان لما اخش على الكعك يعني وابدا ان انا اسوي والكلام ده اكيد هطلع مواعين كتير قوي. فالموضوع بقى ايه يبدا ان انا ايه اقدر ان انا استقبل والمطبخ بتاعي يبقى رايق، بالاخص ان انا هسوي بقى وصواني داخله وصواني خارجه، وارجع في الاخر بقى عايزه الم واغسل والكلام ده. فعايزه اقول لكم بقى ان انا اليوم دوت تعبت. الكلام ده كان امبارح مش بعيد. عفوا، كان امبارح مش بعيد، بس الحمد لله الحمد لله. عايزه اقول لكم ان انا قعدت لحد بعد الفجر، يعني لا عشان مبقاش كدابه، على اذان الفجر كنت مخلصه سوا وكنا مسحرين. بس طبعا عايزه اقول لكم ان انا من الصبح لحد بالليل وانا قاعده بقى عماله بنقش واسوي بنقش واسوي بنقش واسوي. بس الحمد لله الحمد لله خلصت يعني. هو تعبت يوم بس خلصت الكمية اللي انا عايزاها، عشان انا عاملة السنة دي كمية كبيرة يعني. يعني انا ممكن واحدة تانية تعمل اكتر مني، بس بالنسبة لي انا كعيلتي يعني عاملة كمية كبيرة. تمام. بس فزي ما انتوا شايفين كده، بدأت بقى ان انا اغسل المواعين زي ما بقولك كده ايه على السريع على السريع كده عشان اخلص وانجز. كنت هنا بقى زي ما بقولكوا جبت الطلبات وقلت اغسل المواعين الاول واروق المطبخ كده على السريع عشان يستقبل ايه الكركبه اللي هتطلع ايه من اللي انا هعمله والكلام ده. بس كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. ومش شرط تعملوا كميات، والله العظيم انا مش كل سنه بعمل الكميات دي، كل واحد بيمشي على قد ظروفه وعلى قد دنيته. آه عايزه اقول لكم ان انا ممكن اعمل من كل حاجه نص نص نص. هيرمي معاكي انت جايبه نص دقيق، مش جايبه نص جاهز من بره، فبيبقى بيوزنك بعد ما الحاجه ما بتتخبز، وبتبقى طبعا داخلها سمنه زيت مش عارف ايه متزينه. آه، فكله بقى ده بيوزن في الميزان. لكن لما انت تجيبي نص كيلو دقيق فهو هيطلع لك يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كميه حلوه من اللهم صل على النبي، من الحاجة اللي انت تعمليها، اذا كانت بسكوت، اذا كانت كعك، اذا كانت بتيفور قريبة، ايا كان اللي انت هتعمليه. هنا بقى كنت خلصت المواعين بقى وشطفتها زي ما انتوا شايفين كده، اول باول بقى ايه على طول عمالة ايه بلم كده واشطف على السريع على السريع عشان ايه انجز واروح اعمل. بصراحة كان وقتها اولادي نايمين فكنت عايزة انجز بسرعة واغسل المواعين واروق المطبخ عشان اقعد ايه اعمل الكعك الحق يعني حتى نصه والعيال الاولاد نايمين يعني. بس طبعا فرحه ما تمت يعني. خلصت غسيل المواعين ولسه جايه يا دوب بحط الحاجه في الصاله لقيت مين صحي. لقيت اياد ايه كتر خيره ايه صحي. صباح الخير يا ماما انتي جيتي؟ قلت له اه انا جيت يا قلب امك. فقلت له تسمع كلام وتبقى شاطر؟ قال لي ايه خلاص ماشي. طول اليوم بقى يغلبني يقول لي خلاص يا ماما انا اسمع الكلام، يغلبني يقول لي خلاص يا ماما انا اسمع الكلام. فربنا يرزق كل مشتاق بذرية صالحة اللهم امين، ويبارك لي في اولادي ويحافظ لي عليهم يا رب ويجعلهم ذرية صالحة اللهم امين. هنا بقى عشان الفيديو ما يفوتناش في الرغي اللي احنا بنقوله دوت. هنا انا نخلت كام، بدأت بنخل الدقيق. اول حاجة نخلت 3 كيلو ونص من الدقيق، يبقى 3 كيلو ونص من الدقيق. حطيت عليهم ريحة الكحك اللي انا بفضيها دلوقتي دي الراجل بيديها لك، بتقولي له مثلا انا هعمل قد كده كعك فهو بيديك كمية على قد ما انتي ما هتعملي قد ايه. فحطيتها كلها. حطيت كيس بيكنج باودر الا معلقة، كيس بيكنج باودر الا معلقة. حطيت معلقة صغيرة من الملح. حطيت كيس ونص من الخميرة. حطيت 6 معالق من السكر، 6 معالق من السكر الحبيبات. اما السمسم ده على حسب الرغبة، ممكن كل كيلو في ناس تحط معلقتين او 3 معالق، فتحب السمسم تكتريه تقلليه تمنعيه خالص، ده على حسب الرغبة. دي بالنسبة للمواد الجافة كلها. 3 كيلو ونص من الدقيق، معلقة صغيرة من الملح، 6 معالق من السكر، كيس ونص من الخميرة، كيس بيكنج باودر الا معلقة من الشاي ديت، ريحة الكحك اللي بيديهالك الراجل. دي المواد الجافة. ركزوا معايا بقى في الخطوة دي. هنا دخلنا في مرحلة بس ايه الدقيق. فانا هحط قد ايه المفروض مقدار الكعك، كل كيلو من الدقيق عليه نص كيلو من السمنة. لكن لما بتزودي وعايزاه دايب زيادة دي حاجة بتاعتك انتي، لكن الاساس كيلو دقيق عليه نص من السمنة. تمام. فانا جبت هنا
انا بقى زودت، يعني زودت ازاي؟ عشان انا عايزه الكعك يكون دايب معايا. فانا عملت ايه؟ انا عندي هنا 3 كيلو ونص من الدقيق، فالمفروض 3 كيلو ونص دول ياخدوا 2 كيلو الا ربع من السمنة. انا حطيت 2 كيلو كاملين. كيلو حطيته بارد زي ما انتوا شايفين كده على الدقيق بتاعي، والكيلو التاني فضيته في حلة او اي حاجة، وحطيته على النار قدح ورجعت حطيته. يعني هو ولا طايل سخن ولا طايل بارد، الاتنين مع بعض. هنا بقى الازازة الصغننة دي الصنص بتاع السمنة البلدي او ريحة السمنة البلدي. بتجيبيها من عند اي بتاع حلواني او الخامات اللي هي الحاجات بتاعت الحلويات. هتقولي له عايزه ريحه السمنه البلدي، هيديها لك، وتقولي له الكميه اللي انت هتعمليها، هيقول لك حطي ربع، حطي نص، حطي الازازه كلها. انا عشان عامله 3 كيلو ونص، فحطيت الازازه كلها على ايه الكعك بتاعي. تمام. بعد كده يبقى انا حطيت كل المواد الجافه. بعد كده رجعت حطيت السمنه بتاعتي، قلبت بس شويه كده بالمعلقه علشان السمنه كانت من فوق كانت سخنه، ما كانش ينفع ان انا احط فيها ايديا. لكن بعد كده بعد ما اختلطت من الدقيق والدقيق بارد والسمنه التانية بارده والكلام ده، رجعت حطيت ايديا. اول حاجه ببدا ان انا اهم حاجه اتاكد ان مفيش دقيق. واخدين بالكم؟ كل ما اجي اجيب من تحت الاقي ايه؟ يطلع لي دقيق، يطلع لي دقيق اهو بالشكل ده. فانا اكتر حاجه ان انا اعملها اول حاجه دلوقتي ان انا افضل الم يمين وشمال وتحت وفوق، واتاكد ان السمنه اتغلفت بكل الدقيق. بعد كده اخش في مرحله البس. تمام. لو حسيتي ان الكميه مثلا كتيره، اقسميها على طبقين عشان تتاكدي ان مفيش دقيق، عشان ما نقعدش نعجن من على الوش ونلاقي من تحت فيه دقيق. بصوا هنا انا كنت عماله بقسم يمين وشمال اتاكد ان مفيش دقيق خالص. بعد كده بقى ببدا ان انا زي ما انتم شايفين كده على كف ايديا، واعمل على كف ايديا واعمل اتاكد ان كله اتغلف، السمنه اتغلفت بكل حبيبات الدقيق كلها. تمام. يعني الموضوع دوت مهم قوي 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 في موضوع الكعك عشان يطلع معاكي ممتاز. واللي يدوق الكعك بتاعك يقولك انت جايباه منين اصلا، انت عاملاه ازاي. تمام. بدأت بقى ان انا اعمل كده، تاخدي 5 دقايق بقى، 10 دقايق بقى، 15 دقيقة، على قد ما تقدري اعملي. انا فضلت اعمل لحد ما خلاص حسيت ان انا خدت النتيجة اللي تريحني. تمام. انا ما بحسبش وقت، انا مقضيها كل، يعني انا انسانة بالبركة، ما بحسبش بوقت خالص بصراحة. تمام. يبقى انا كده هي دي الحاجة اللي انا عملتها. بعد كده خلاص انا كده بسيت. بصوا بقى شايفين العجينة عاملة ازاي؟ بدأت ألم اللي في ايديا، يعني بدأت ألم في ايديا. طيب هنا هتزودي مية ولا هتزودي رايب زي ما انتي ما بتقولي، ولا هتزودي لبن اللي هو الحليب عشان الدول العربية؟ بصي يا بنات، لبن هيبقى شغال، حليب اللبن اللي هو الحليب طبعا، المية هتبقى شغالة. بس انا هعجن بايه؟ هعجن برايب برضو هعجن برايب. طب لو انا هعمل زيك وهعمل برايب، ال3 كيلو ونص دول خدوا معاكي قد ايه رايب؟ خدوا معايا لتر كامل من الرايب. لتر كامل، لتر كامل من الرايب. انا الرايب لما بيكون عندي او بعمله بحط في ازايز كده، فانا كنت حاطه في ازازه لتر. فضلت اصب 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 لحد ما خدت كفايتي والعجينه بقت تمام. لقيت ان انا اخدت على ال3 كيلو ونص لتر كامل من الرايب. بس عامة هو كيلو الدقيق، بس طبعا الدقيق بيختلف من مكان لمكان. كيلو الدقيق بياخد من كوباية لكوباية ونص سائل، ده طبعا بزيادة للدقيق اللي هو بيشرب قوي. هنا جيت عملتها، حطيت، بصوا بتشقق معايا، يبقى لسه عايزة تاني. كده انا بوريكم تعرفوا ازاي ان هي محتاجة. لو انتوا هتحطوا المادة السائلة زي كده بركاوي وتعرفوا. لما تلاقي العجين الكعكة بتاعتك تيجي تعمليها تلاقيها بتشقق معاكي ومش طرية خالص كده بالشكل ده اللي انا هوريهولكوا شوية كده، تعرفوا ان لا، لسه العجينة محتاجة سائل تاني، عطشانة، محتاجة سوائل تاني. فضلت بقى احط واعجن احط واعجن لحد ما خدت النتيجة اللي انا عايزاها كلها. هنا برضو هوريكوا. لقيتها محتاجة تاني، رحت جبت الازازة برضو وعملت. هفضل اعمل كده زي ما انتوا شايفين معايا،
وطبعا مش بعجن العجين اللي هو، لا انا بلم بس يعني من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق، مش بعجن قوي فاهمني يعني، من تحت لفوق. لكن الناس اللي معاها عجان هتمشي يعني بكل خطوات اللي انا قلتها دي وبالطريقه دي عادي مفيش مشكله، بس في العجان فاهمني، يعني تعمله في العجان حتى لو عجنتي كيلو كيلو هيبقى برضو سهل عليكي غير لما بتعجني على ايديكي. فربنا يرزق كله مشتاق بالذرية الصالحة اللهم امين، ويرزق الجميع بأي حاجة يتمناها، واللي نفسه في حاجة يجيبها ان شاء الله بإذن الله بحق الأيام المفترجة دي. والناس اللي نفسها ربنا يكرمها وتبقى حامل السنة دي، ربنا يكرم الجميع وتكوني حامل ان شاء الله بإذن الله. هنا بقى كنت بتأكد برضو ان العجينة بتاعتي بقت تمام، فكنت بشوف بالمنقاش كده هيبقى شكلها ايه بالمنقاش، وبدأت انقش كده ايه واجرب. الواحد بقاله كتير بقى سنة من السنة اللي فاتت ما نقش يا بنات وما مسكش المنقاش، فالحمد لله لقيت نفسي شغالة يعني مش عطلانة الحمد لله. بصوا النقشة دي جميلة ازاي، انا عملت كذا نقشة وهوريها لكم، هوريها لكم ايه في اللهم صل على النبي وانا ايه بعمل دلوقتي. هنا بقى للأمانة كان محتاج تاني، بس عشان الوقت بتاع الفيديو فانا قطعت وكملت ايه مع نفسي. بس زي ما قلتلكوا 3 كيلو ونص دقيق خدوا معايا لتر من الرايب. تمام. هنا بقى جبت قالب من العجوة، قلت ايه هجهز هعمل الاول مقدار العجوة بتاعي واسيبه ايه يخمر طبعا عشان انا حاطه خميرة فيه. فقلت هعمل الكمية كلها بالعجوة وانقشها واحطها في الصواني واجهزها، واول ما ابدأ في الملبن اجي اروح ايه ابدأ التسوية فاهمني، ابدأ من اول صينية عملتها في العجوة. هنا برضو زي القراقيش حطيت معلقتين، بس هنا انا كترت من السمنة يعني حطيت معلقتين من السمنة شوية سمسم والعجوة، وبدأت برضو بايدي كده ورحت ايه قعدت اعجن فيها ولمتها لحد ما ايه بقت تمام وبقت عجينة معايا كده حلوة. وبعد كده بدأت ان انا اكورها كور صغيرة لحد ما خلصت الكمية كلها. يبقى انا كده عملت العجينة سبتها على جنب شوية، مش هريحها انا هشتغل على طول، بس ايه سبتها بس كده ايه 5 اكون انا عملت ايه العجوة بتاعتي وجهزتها. هنا بقى انا عملت العجوة، هفضل بقى اكورها بالشكل ده زي ما انتم شايفين يعني. طبعا إيه صغري وسط إيه تكبري الحجم ده بتاعك انتي. انا بحب كده تكون الكعكايه صغيره لان هي بتفرش طبعا من السمنه اللي انتي حطاها. المهم دي الصينيه اللي انا هعمل فيها جهزتها، ما بدهناش اي حاجه، وبرجع ان انا عملت كميه العجوه كلها وركنتها في الطبق بتاعي. هنا بقى بصوا بوريكم، بصوا طالما دوستي عليها كده وما جاتش بقى شققت معاكي ولا اي حاجه تعرفي ان هي كده ايه تمام. هنا بقى لو خدت بالكم ان الطبق مش مليان جبت طبق تاني واخدت قعدت بقى اخد جزء جزء واعجنه كويس واتاكد ان هو كده خد سوائل بكفايته، وابدا اشتغل فيه. وبعد ما اخلص اخد الجزء التاني والكلام ده لان كانت الكميه بسم الله ما شاء الله تبارك الله كبيره. هنا بقى بدأت ان انا انقش كل يعني حشوة يعني حشوة معينة، العجوة مثلا بنقشة الملبن بنقشة عشان اعرف بعد كده. العجوة عملتها اللي هي شكل الوردة ده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بصوا يعني جمالها مش قادرة اقول لكم تتاكل وهي نية بصراحة. بس هعمل معاكم واحدة كمان. هنا بقى هقول لكم حاجه عشان العجوه ما تحطوهاش وهي كوره، اضغطوها بس شويه يعني انا بقيت اضغطها بايدي بس شويه كده افردها واحطها. حسيت ان هي احسن بدل ما احطها كوره وباجي اضغط عليها بلاقي العجينه العجوه هتبان من العجينه بتاعتي، فكده احسن. بدات بقى احطها وبرجع ايه اسويها كده من الجناب وبحاول ان انا اخليها على شكل مدور، وارجع برضو بالمنقاش زي ما انتم شايفين كده بقسمها الاول على شكل زائد اهو كده، وارجع بقى كل جنب اروح مقسماه كده اهو الربع ده والربع ده والربع ده. وبعد ما بخلصه كله باجي من تحت كده اللي هو الجنب الاخير اللي من تحت ده، وابدا ان انا برضو انقشه بالشكل ده بيديني شكل احلى ان انا ارسم من فوق بس. شايفين الجمال مفيش اروع من كده. هنا بقى ده مقدار اللي هو بالعجوة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين الكمية اهو، ادي صينية ودي صينية تاني وصينية تاني، وكمان كنت عاملة صاج كنت واخدة صيجان كده من جارتي يعني، اخدتها ورحت حطيتها ايه مليته صاج كبير. تمام كده. انا لما خلصت الكمية بالعجوة بدأت بقى اخش على الملبن. هنا بقى كنت شغلت الفرن يعني في الوقت ده كنت بدأت اشغل الفرن بتاعتي.
شغلتي ايه؟ الغاز شغال والكهرباء شغال، الاتنين شغالين، بس لو غاز ما بتشغلش الشواية، لكن لو كهرباء بتشغلي من فوق ومن تحت. يعني لو كهرباء بتشغلي من فوق ومن تحت. شغلت الفرن وبدأت احط بقى ايه الصواني. بدأت من اول صينية نقشتها، يعني من اول صينية نقشتها بدأت اسويها، فاهميني؟ رجعت هنا جبت الملبن عملتيه ازاي؟ حطيت برضو معلقه من السمنه وبدات ان انا ادعكه كده اهوت، هيلزق معاكي وتحس ان انتي بهدلت الدنيا، لا ايدك هتبقى ملزقه، بس لما تيجي تكوريه بصوا هيبقى عامل ازاي. وهتحطيه على بعضه كده لحد وتيجي تاخدي تحطي في قلب الكعكه يعني، هتلاقيها برضو معاكي ممتازه. هنا خلصت برضو كميه الملبن كلها وعملتها، ورجعت بقى ايه ارجع تاني انقش. يعني انا كده بسوي وبنقش، فاهميني؟ اهو بحط الملبن وارجع ان انا اقفل عليها بالشكل ده، واروح ايه مبططاها يعني كده واسويها واخليها كده يبقى شكل ايه مدور، وتبقى متساويه على قد ما اقدر. يعني تحاولي على قد ما تقدري تخليها ايه شكلها مدور كده وجميله، عشان بعد السوا تطلع معاكي إيه حلوه. رجعت بقى غيرت الشكل، عملت الشكل ده اللي هو خط في النص وجاي بقى ايه من الجناب عكس بعض، علشان اعرف ان دي بملبن. ده برضو شكل نقشة تانية، تمام؟ اهو بالشكل ده برضو الشكل ده جميل مش وحش وشكله تحفة بصراحة. بعد كده رجعت عملت اللي هو السادة، عملت اللي هو المفتوح وعملت اللي هو المقفول زي ما انتم شايفين، بس بصراحة ما صورتش لان مش مستاهل. بتكوريه كده بيبقى بتقفليه من جنب وتنقشي من فوق بس. دي كمية كلها تبارك الله اللي انا عملتها سادة وعجوة وملبن، يعني الطبق مليان زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بس انا بصراحة عشان كنت تعبت قوي في اليوم ده فسبتها لتاني يوم اللي هو النهاردة الصبح بالشكل ده. وصحيت بقى ايه بدأت ان انا طبعا عارفة كل رسمة انا رسمها ايه، فبدأت انقش على هذا افرز على هذا الاساس. هنا بقى انا ما عنديش علب تلاجة بصراحة تاخد الكمية دي كلها، او علب مغلقة تاخد الكمية دي كلها. بجيب الاطباق البلاستيك بتاعتي وبجيب حتة قماشة بيضة تكون نضيفة، وببدأ احط جزء من تحت وبرص الكحك بتاعي واقفلها كده من فوق وبغطيها، وبعد كده بدخلها داخل كيس وبربطه وبشيلها في المكان اللي انا عايزه اشيله. يبقى انا كده شلت اول حاجه اللي هو الساده اللي هو مفتوح من النص، وده الساده اللي هو التاني، تمام؟ حطيته برضو في طبق نفس الحكايه زي ما انتم شايفين. وده اللي هو الشكل اللي هو بالملبن، يعني ده اللي هو بالملبن. يبقى اختلاف النقشة بيعرفك دي من دي بعد السوا، تمام؟ بدأت اشيلهم برضو، شلتهم بالشكل ده وحطيتهم برضو في طبق بلاستيك وغطيتهم برضو بقماشة زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. بروح مغطياها وسايباها بالشكل دوت وبشيلها. وشلت العجوه زي ما كانها في الطبق اللي هي كان فيها من تحت خالص. هنا حطيت له كام واحده من الساده مقفول ومفتوح، وحطيت واحده من العجوه وواحده من الملبن علشان اقدر اوريكم العجينه من جوه او الكعكايه من جوه عامله ازاي ودايبه ازاي، وسوى الملبن ازاي، وسوى ال ال اللي بعجوه ازاي. اذا كانت دي ولا دي بصراحه الاتنين تحفه. بصوا شايفين الجمال من جوه عامله ازاي. وعايزه اقول لكم دايبه دوب. اللي اكل منها امبارح كان بيقول لي انت عامله معمول مش كعكه خالص. بالهنا والشفا يعني. التسويه كانت على ايه؟ على نار هاديه خالص، على 150. انا بسوي الكعك بتاعي على نار هاديه. بصوا الملبن برضو مش بسم الله ما شاء الله تبارك الله بجد تحفه تحفه تحفه. والطعم كان يجنن. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، واتمنى ان وصفاتي تكون عجبتكم. وده كان يومي، كان مرهق جدا ومتعب جدا، بس الحمد لله خلصنا نواعم العيد. وده برضو اللي هي الساده. والساده التانية بتبقى مقرمشه برضو السيكه كده عشان بتبقى طبعا رفيعه. فالحمد لله على كل شيء. اشوفكم على فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.